تعالي يا ست الكل، النهارده نعمل كبد وقوانص بطريقه حلوه قوي. يلا نعمل القوانص الاول ونشوف هنعملها ازاي. انا جبت بصلايه وسط وحطيت معلقه سمنه بلدي وهنزل عليها بشويه ملح، وهستنى لحد ما البصلايه تدبل. انا طبعا مقلله السمنه لان نسبه دهون في القوانص. وكده البصلايه دبلت، هنزل بالقوانص وهنزل بالقلوب. والقلوب انا غسلاها كويس قوي وشايله منها الدم اللي فيها، ولازم نغسل الحاجات دي كويس قوي بملح وليمون. الكبد والقوانص لازم تتغسل. كده هنزل عليها برشه فلفل اسود وهشوح فيها شويه. شوحت فيها شويه وهنزل بمج من الميه واسيبها تستوي لحد ما تستوي 3/4 سوا. وفي طاسه تانية جبت شويه زيت ومعلقه سمنه برضو بلدي، لو مفيش بلدي مفيش مشكله، وهستنى لحد ما تسخن قوي وانزل بالكبده. كده الطاسه سخنت وهنزل بالكبده. كده انا نزلت بالكبده وهنزل عليها برشه فلفل اسود وهسيبها ما اقلبهاش خالص، لان الكبده لو انا جيت اقلبها هتتهري منك وفي نفس الوقت مش هتبقى حلوه، مش هتبقى سليمه كده. فاحنا هنسيبها لحد ما تاخد لون ونبدا نقلبها. هنزل بنص معلقه ملح هنزل بمعلقه ثوم كبيره، هنزل بمعلقه كمون كبيره، كده هبدا اقلب فيها خلاص. فكده مش هتتهري منكم خالص لانها خدت الصدمه الاولانيه ديت وخلاص مسكت نفسها. وكده انا نزلت عليها فلفل حراق وفلفل رومي، هنزل بعصرة ليمونة، وكده انا يا دوبك شوحت الكبد، شوحتها بس، وادي كده سلقت القوانص 3/4 سوا وهنزلها بالميه بتاعتها، لان الكبد انا يا دوبك شوحتها بس، فهي هتاخد حاجه بسيطه كده على النار كلهم مع بعض. وكده الكبد والقوانص استوت وبقت تمام وحلوة قوي. وكده قضيتي يومك يا ست الكل، من تحويش كبد وقوانص عملتي أكلة وقضيتي اليوم. يا رب طريقتي تكون عجبتكم، وما تنسونيش
في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.